ليش ما جمعت وجدان وفارس؟ هلا احكي لكم بقى الكواليس. ليش ما جمعتهم؟ انا كنت عارف بالانجذاب اللي موجود ما بين فارس، من اتجاه فارس لوجدان صراحة، ومن اتجاه يعني نوعا ما أبواب مفتوحة ما بين حسين ووجدان. ولكن حسين كان كمان معجب بشكل كبير بوجدان. هلا وقت الاختيار انا كان محدد علي 3 كابل، عرفتوا، لحتى يتشكلوا 3 كابل. يعني على وجدان إلها في 2. في حال اخذنا مثلا وجدان وفارس، حسين بيكون يعني لانه هو اوريدي مع اميمه وبيبقى مريانا، وبعرف انا ما كتير هو بيتفق هو ومريانا، عرفت يعني. لكن كان ممكن نحط مثلا مريانا وسامي، ممكن، بس كان حسين ومريانا وضع ما راح يمشي اكيد كان. فاخترت انه اميمه كانت حاسسه انه ممكن علاقتها تكون حلوه مع فارس، لانه بالفعل اميمه انسانه محترمه وراكزه حسب ما كنت شايف بالحلقات، حسب ما شفتوا حتى انتم، انسانه راكزه، ضحكتها حلوه، بتحب الفرفشه وهي القصص. ونفس الوقت فارس كان لبق جدا ولطيف جدا وما طلع منه الغلط. فقلت الاثنين واولاد بلد وحده، فقلت ممكن تكون ثقافتهم قريبه، يقدروا يتفقوا في صراحة، وعشان هيك اخترتهم. ومع الوقت هن بيقدروا يغيروا، كان يعني لسه الحلقة الثانية، عرفتوا. فإنه من الحلقة الثانية كان فيهم أكيد، يعني كان فيهم يقدروا يغيروا، يعني يخلطوا الأوراق من أول وجديد على قولة ريتا. فمشان هيك نعم يا سيدي اخترنا إنه فارس وأميمة ووجدان وحسين. هلا إن شاء الله يكملوا كلهم مع بعض، لأنه بعتقد حلوين يعني. هلا اليوم مثل ما شفتوا الكابلز، دعاء وعلي انسجامهم حلو. صحيح في شوي غيرة من دعاء، بس حسيت انه علي عم يتقبلها، يعني مثل ما شفتوا انتم كمان يمكن حسيتوا نفس الشيء، كان عم يتقبلها. وبنفس الوقت أميمة وفارس بتلاقيهم قاعدين عم يضحكوا، في مزح في كذا، فأمورهم طيبة. حسين ووجدان بالرواق، ماشيين بالرواق، حسين بالرواق ووجدان بالرواق وماشي حالهم. يعني شوي شوي بتوقع ان شاء الله، يعني ما بتوقع ان شاء الله يمشي حالهم يعني. كيف عيونك خضر؟ طب